مبروك للأهلي ومبروك لفريرا بتاع الزمالك، لأن هو اللي كسب الماتش للأهلي واداها لهم الماتش على طبق من فضة. حسين الشحات نزل قلب الماتش. بس هو الموضوع مش موضوع حسين الشحات، الموضوع موضوع فيريرا. فيريرا هو اللي عمل كل حاجة غلط. فيريرا للدقيقة 65 ما لعبش إلا أول 10 دقايق، وضربة الجزاء اللي جات له هدية من عدي الدباغ. وهو عدي الدباغ الوحيد في الزمالك اللعيب اللي تقدر تقول عليه ان هو اللي يستاهل ان انت تقول عليه ان هو كان بيلعب كويس لحد ما خرج. اصابة عدي الدباغ خرجت الزمالك اكتر من الماتش. لما نزلت ناصر منسي، هو انت نزلت ناصر منسي ليه؟ يعني ناصر منسي ده ناسي الكورة، ناسي هو بيلعب فين. الراجل لا بيستلم ولا بيسلم ولا بيضغط، ده بيضغط غلط. يعني الاتنين الباكات بتوع الاهلي رجعوا كرة للشناوي، روح يضغط على الشناوي. طب تضغط على الشناوي هيعمل لك ايه الشناوي؟ ما الاتنين الباكات بعد ما ادوا له الكوره فتحوا هما الاتنين عرض الملعب، هيباصي لاي واحد فيهم بقى انت اتضربت. فدايما الاهلي زياده واحد. طيب، ادم كايد طول الماتش انت شايف ان مضغوط عليه من ناحيه هاني وطاهر. ادم كايد مش وينج، ما بيدافعش، كرة بتجيله مش قادر يقف على الكوره، سايبه في الملعب ليه لحد ما دخل فيك الجون. كنت تستاهل النهارده تتغلب 3 و4، ما كنتش تستاهل تتغلب 2. طيب، لو انت كنت مدرب، لو انت كنت بتقرا ماتش، الاهلي ضاغط بكل فرقته في نص ملعبك وسايب لك نص الملعب. الاهلي عنده ثغره كبيره في نص الملعب انت ما استغلتهاش. ناصر ماهر كل ما ينزل ياخد الكوره يعمل ميس باص. يبقى انت كان عندك ادم كايد، ناصر ماهر، ناصر منسي بره الماتش، ما تطلعهم. نزل مكانهم احمد شريف، ونزل مكانهم معالي، ونزل مكانهم لعيب نص ملعب. اي لعيب نص ملعب كان ممكن ينزل يلعب احسن من كل اللي في الملعب دول. انما انت عملت ايه؟ قعدت تتفرج زيك زي اي حد. يعني الجمهور اللي بره كان ممكن يفهم ويدور الماتش اكتر منك. طبعا الاهلي لعبوا بروح، لعبوا بحماس، مفيش خطط. هي الخطه الوحيده اللي قلت عليها قبل الماتش، او الحركه الوحيده اللي كان بيعملها، ان تريزيجيه دايما بيملى نص الملعب، اتحرك كتير. بن شرقي بيميل عليه، يروح تريزيجيه وبن شرقي ويروح معاهم كوكا يعملوا ضغط ناحيه اليمين اللي هي فيها عمر جابر. بيزيرا بره الماتش، مش بسبب بيزيرا، بيزيرا بره الماتش بسبب يانيك فيريرا. بعد كده الماتش اتقلب ان الاهلي بقى بيرفع في ال 18 وحسام عبد المجيد يخرج او احمد او محمد اسماعيل يخرج. طب ما انت هيجي فيك جون. هو الموضوع موضوع وقت مش اكتر. يعني الجون اتاخر، الجون اللي جه في الزمالك جاي متاخر. المفروض ان الزمالك كان يجي في جون من اخر الشوط الاول. ضربة الجزاء بتاع بنتايج مستحقة طبعا، اللي هي بتاعت حسين الشحات اللي جه منها الجون. ده ليه؟ ده لان اللعيب جه عليه 20 هجمة من نفس الناحية ومضغوط عليه، ونازل له لعيب فريش، وانت قاعد بره بتتفرج، انت مش موجود معانا. خرج يا راجل ادم كايد من الصبح ونزل شريف يدافع في الجبهه دي. لو انت هتدافع، لو انت خلاص بقى مبدأك انك تدافع، انت كده كده بقيت بتدافع، خرجه ونزل فتوح. يبقى انت عندك اتنين بيلعبوا باك ليفت. طالما انت خلاص، انت الموضوع بالنسبه لك بقى انك انت واقف تقفل الملعب على الاهلي بس. كوره انت ما بتلعبش، ما لعبتش كوره غير اول 10 دقائق لما ناصر ماهر عمل 1 2 مع ادم كايد، الكوره بتاعت عضاي الدباغي اللي ضيعها انفراد شالها الشناوي. باقي الماتش انت قاعد بتتفرج على الاهلي. طيب، معنى كده ان الاهلي كان حلو للدرجه دي؟ لا، الاهلي كان عنده روح، الاهلي كان بيلعب بروح. لعيبه الزمالك كانت بتلعب بدلع، كانوا نازلين كسبانين. دايما ماتشات الاهلي والزمالك قبل الماتش تقول ان الزمالك هيكسب، الاهلي اللي يكسب، تقول الاهلي هيكسب الزمالك اللي يكسب. وبعدين يا راجل، لو انت هتدافع بالمنظر اللي هو الدفاع الصرف ده، كنا جبنا علاء عبد العالي يمسك الفرقه. علاء عبد العالي ما كانش هيخلي حد يجيب في الجون. كنت خلاص بقى انت دور لحد ما تجيب جون، وبعد كده نجيب علاء عبد العالي كمل. ومدرب عنده مشكله كبيره في الكوتشنج، كبيره جدا. الماتش لما بيهرب منه ما بيلحقش يلمه.
الزمالك الدقيقه 91 واخد 8 دقايق وقت ضايع، صبحي بيلعب الطويله. 8 دقايق انت بتلعب كره طويله، عندك 8 دقايق يعني نص شوط اضافي، ممكن تلعب كره على الارض وتلعب لعبك. ليه اضطريت للطويله؟ اضطريت للطويله لانك انت مدرب فاشل، مدرب قليل الحيله، مدرب اول ما الفكرتين بتوعك اتحفظوا واتقفلوا خلاص الماتش ساب منك. بزيرة كل لما الكرة ما بتجيله كوكا يروح مضرب بزيرة، ما هو لازم يعمل كده بعد ما احسن ما يترقص. هو اتصرف صح. انت بقى حلولك ايه لبزيرة؟ انت سبت ان بزيرة يمسك الكرة يروح عليه اتنين وتلاتة. فين الناس اللي بتسقط له؟ فين الناس اللي بتحركه؟ مفيش. ناصر ماهر طول الماتش بيديله باصات غلط. طيب الزمالك بعد ما دخل فيه الجون عمل ايه بقى؟ الجونين الباشا من الدقيقة 90 صبحي جات له كورة من نص الملعب، العب العالي، العب الطويل. ده ليه؟ ده علشان انت كمدرب ما عندكش ادوات، انت مدرب ضايع. حتى لما الماتش راح منك مش عارف تلم اللعيبه. لما ربنا كرمك بالووتر بريك ما عرفتش تقول لهم اقفوا ازاي يعملوا ايه. معنى كده انك انت مش موجود. معنى انك انت كمدرب فرقتك الكوره مسحوبه منها من الدقيقه تقريبا 35 لحد ما دخل فيك جونين وعليك كل الهجمات. مفيش حاجه على الثلاث خشبات، بس ده مش عشان انت كويس، ده علشان الاهلي مش في حالته، او الاهلي اصلا وحش. بس انت مسكت الاهلي قلت له اتفضل الماتش اهو، اعمل اللي انت عايزه. الاهلي عنده ثغرات في نص الملعب انت مش شايفها. ناصر ماهر مستواه كان سيء في الشوط الثاني بالذات، كان المفروض ان هو ينزل يملى المكان ده، ياخد الكوره ويطلع الفرقه ويقف على الكوره ويكسب لك وقت. ما عملش طبعا الكلام ده لانه كان بره مستواه. انت شايفه بره مستواه، سايبه في الملعب ليه؟ انت لو نزلت احمد حمدي احسن منه، لو نزلت شريف احسن منه، لو نزلت عمرو ناصر احسن منه. الخصايه اللي انت نزلتها قدام اللي اسمها ناصر منسي نزلتها تعمل بيها ايه؟ طريقه لعبك مش مبنيه على لعيب زي ناصر منسي. ناصر منسي لعيب يتحط في الصندوق وتلعب له كور بره، لا بيستلم لا بيباصي لا بيحضر، ما بيعملش اي حاجه. اي حاجه ممكن فيرود يعملها بره الصندوق ناصر ما بيعملهاش. وانت مضغوط عليك تروح تنزل ناصر؟ ده انت مدرب عقيم، انت مدرب ما جيتش.